مملكة البحرين تحت رعاية الملك حمد بن خليفة ملك البحرين استعداداتها لاستقبال النسخة 21 من كأس الخليج، حيث تقوم اللجنة المنظمة برئاسة سمو الشيخ سلمان بن إبراهيم العمل ليل نهار من أجل إخراج هذه النسخة في أبهى صورة. كما تحظى هذه النسخة باهتمام إعلامي مصري وعربي وعالمي واسع، لما تقدمه اللجنة الإعلامية برئاسة الإعلام توفيق الصلحي من متابعة وتواصل مع كل الإعلاميين العرب. وتقدير من برنامج هنا القاهرة وبالتعاون مع موقع كورة سبورتس نقدم لكم أهم ما يدور داخل جميع اللجان المنظمة لخليج 21، حيث شهدت أروقة اللجان العديد من الأنشطة والفعاليات. حيث عقدت اللجنة الإعلامية لدورة كأس الخليج 21 لكرة القدم السبت الماضي، عقدت اجتماعها الثاني لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات المتعلقة بالإعلاميين ورجال الصحافة والتلفزيون المشاركين في خليج 21. كما اعتمدت اللجنة الفنية ملاعب تدريبات المنتخبات المشاركة أثناء البطولة بتعميمها الجدول على الاتحادات التي قامت بدورها بالرد على اللجنة وعدم الممانعة على الملاعب والأوقات الخاصة بالتدريبات. كما بحثت اللجنة المنظمة ترتيبات حفل الافتتاح مع شركة سيتن إيفنت، والتأكيد أيضا على أن هناك مردود اقتصادي منتظر من تنظيم البحرين للحدث الكروي. وأكد نائب رئيس اللجنة الإعلامية لشؤون الإعلام فواز شمسان أن اللجنة ستقدم خلال فعاليات دورة كأس الخليج العديد من البرامج المتميزة التي تسلط الضوء على العرس الرياضي الخليجي الكبير من مختلف الزوايا. وأكد القطري سعود المهندي رئيس لجنة التفتيش الخليجية جاهزية ملاعب مملكة البحرين لاستضافة دورة كأس الخليج العربي 21 لكرة القدم، وإتمام اللجنة المنظمة لكافة الملاحظات على البنية التحتية والمنشآت الرياضية. كما أصدر الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي مجلة خاصة لخليج 21. كما أطلقت اللجنة المنظمة حملة توعية مرورية للمواطنين والمقيمين استعدادا للبطولة. وقررت اللجنة أيضا اعتماد مختبر الهند الدولي لفحص عينات المنشطات في خليج 21. ولمزيد من المتابعة والتفاصيل، أطلقت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برعاية سمو الشيخ سلمان بن إبراهيم الموقع المتميز لهذه النسخة من خليج 21. كما تتواصل اللجنة الإعلامية برئاسة توفيق الصلح مع كل الإعلاميين المصريين والعرب من خلال رسائل يومية منتظمة عبر الإيميلات وعبر صفحة البطولة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وأيضا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وسنوافيكم أسبوعيا بأهم أخبار البطولة وكل ما يدور داخل اللجنة المنظمة.